السلام عليكم. التمور الجزائريه المسمومه اللي غادا تسمم المغاربه في رمضان، الا كلاوها غادي يموتوا، الا غادي يجيهم تسمم، غادي يجيهم اسهال. كاين بزاف ديال الاعراض اللي غادي يعني اعراض خطيره اللي غادي ياكل التمور الجزائريه. التمور الجزائريه تعد من اجود الاصناف ومن اغلى التمور في العالم. احتلت الجزائر يمكن في 2021 المرتبة السابعة عالميا من ناحية تصدير التمور لجميع مختلف دول العالم. في آخر الإحصائيات ديال 2023 احتلت الجزائر المرتبة الرابعة عالميا من حيث إنتاج التمور، والمغرب احتل المرتبة السادسة عالميا بالمشاركة مع باكستان من ناحية الإنتاج. فالتمور الجزائرية تعد من أجود الأصناف، ولكن المغاربة إلا كلاوها غادي يموتوا، ما خصهمش ياكلوها. العالم كامل كياكلها ما كيطرى لي والو، ولكن المغاربة غادي ياكلوها غادي يموتوا. كاين واحد الفيديو أنا غادي نخليه لكم دابا تشوفوه ونكمل معكم. كاين التمر ديال الجزائر هو اللي عليه الاقبال بزاف. ومن ناحيه داكشي اللي كيقولوا لك اودي في الفيسبوك وداكشي راه ما كاينش. التمر هو اللي كيتباع هنايا بزاف. وعندك التمر ديال مصر داير 25 درهم. كاين السكري اللي هو معروف اللي داير 40 درهم. كاين التمر ديال تونس داير 30 درهم. كاين هذا حتى هو ديال تونس حتى هو 30 درهم. وكاين الليبيه حتى هي دايره 25 درهم. وكاين الشريحه حتى هي دايره 90 درهم اللي هي غاليه شويه. والله يجعل البركه. باقي السوق باقي دابا كاين اللي قباله على داكشي ديال سليلو، وداكشي هو اللي قباله. داكشي التمر ديال الجزائر كيتباع، داكشي اشاعات الناس عليه اللي قبال بزاف. والاثمنه راه من 50 درهم 45 درهم 40 درهم على حسب الكاليتي ديالو. غالي، كاين المتوسط، كاين الرخيص، يعني على حسب الدخل ديال الانسان. يعني علاش يقدروا يشري. مثلا تقدر تلقى ماركه رخيصه ولكن الجوده ديالها مزيانه. هذا كنتكلم على التمور الجزائريه. حاجه اخرى اللي هاد الناس ديال صحاب الفيسبوك وصحاب تويتر نساوها، التمور الجزائريه كيفاش كتدخل المغرب؟ واش كتدخل عن طريق التهريب من الحدود؟ ما يمكنش. التمور الجزائريه كتدخل عبر الجمارك المغربيه وكتقلب وكتفتش وكيكون فحص عاده كتقدم للمستهلك. يعني الدوله المغربيه كاع هادشي غادي تبغي لكم الاذى وغادي تعطيكم واحد الماده او واحد الاكل نتوما اللي غادي تستهلكوه وغادي تاكلوه وغادي يسممكم. يعني غير بالعقل. يعني هاد الاسطوانه ديال كل عام شهر شعبان ملي كيقرب رمضان كنبقاو كنسمعوها، لا ما تقربوش للتمور الجزائريه ملي بلاكم الله. وقولوا بعدا كاين غير حنايا مقاطعين الجزائر والجزائر مقاطعانا، لا ما تاخذوش هذوك التمور. شي حاجه بعدا كاين مقنعه. اما التسمم بسبب الاشعاعات النوويه ما نوويه، هذاك الشيء كلشي تخربيق في تخربيق. التمور الجزائريه من اجود التمور في العالم وليها اقبال كبير ومن اغلى التمور في العالم. هذا ما كان. الله يهديكم اصحاب الفيسبوك. بعدا كنت لا بغيتو ديروا الفتنه وبغيتو قلبوا لكم على شي بلان اخر، دخلوا شي دخله اخرى من غير هذه ديال التسمم. لان التسمم الا كانت بصح مسمومه راه خاصكم تحاسبوا الدوله، راه خاصكم تحاسبوا الحكومه المغربيه اللي دخلت لكم هاد التمور المسمومه. هي اللي خاصها تحاسب، ما خاصهاش تحاسب الجزائر اللي غير مباتاها ومصيفطاها. واش فهمتوني ولا لا؟ سمحوا لي تهلاو واشركم مبروكه.